إلى جميع مستمعينا الأعزاء مستمعي راديو دنجي زلال، قبل حوالي ساعة من الآن سمع الصوت ضوئي انفجار قوي في مدينة درباسية أدى إلى حدوث اهتزاز وربما حالة من الهلع والخوف بين سكان مدينة درباسية. نحيطكم علما بأن ما جرى هو عبارة عن نشوب حريق في إحدى محلات التي يتم فيها بيع قناني الغاز. مراسلو راديو دنجي زلال موجودون الآن في مكان الحادث، والآن مراسلنا حسين ديركي موجود. مرحبا حسين. مرحبا أكرم. نعم حسين، الحقيقة ماذا تخبرنا عن الحادث؟ ما هو السبب؟ نعم هناك ضحايا؟ في جنوب شرق مدينة الدرباسية، ومنذ قرابة ساعة شاحنة محملة ب 350 قنينة غاز اندلع فيها حريق. السبب الرئيسي لم يؤكد بعد، بل من كان هنا يقولون بأن هناك قرب من هذه الشاحنة كان يوجد براميل نفطية المازوت أو البنزين، وسائق الشاحنة أطفأت سيجارته هناك، والسيجارة هي التي تسببت في الحريق. كما شهد قبل قليل حجم النار والانفجارات ارتفع إلى أكثر من 30 مترا حجم النار. أما الآن بدأ ينخفض حجم النار، إلا أن في كل لحظة وأخرى تنفجر قنينة وتتطاير ثم تسقط بالقرب منها على أسطح أحد المنازل. هنا مدارس، 3 مدارس مقربة من مكان الحادثة: مدرسة شجرة الدور، مدرسة يرموك الثانوية للبنين، ومدرسة ثانوية المحدثة للبنات. قد أفرغت الإدارة طلابها من المدرسة. أسايش المدينة، أسايش الدرباسية الكردية، اقتربت من مكان الحادث وفرغت الأهالي من منازلهم المقربة من هذا المكان، إلا أن الأهالي تتقرب إلى مكان الحادث خوفا على البعض من أقاربهم الذين كانوا مقربين من هذا المكان. الإطفائية في البداية لم تحضر، إلا أن الإطفائية الآن في هذه اللحظة حضرت، وإنها تخمد الحريق بمائها الرشاش. إلا من جديد نسمع الآن مباشرة أصوات بعض الانفجارات البسيطة. مدير الإعلام في الدرباسية هنا صرح قبل قليل، مدير الإعلام في أسايش الدرباسية برهان ديريكي صرح بأن لا هناك أي خسائر بشرية نهائيا. أكد هذا الخبر، إلا أنه صرح بأن هناك حرائق في المنازل وحرائق في محلات وأماكن مقربة من مكان الحادث. الأماكن المحيطة بمكان الحريق، ما هو حجم الأضرار التي لحقت بها حسين؟ نعم. أنت الآن أين تقف؟ على مسافة كم متر يعني من أنا أقف بعيدا 20 مترا مسافة عن مكان الحريق، إلا أن كما يتبين بأن هناك أكثر من 3 منازل حرقت، أقبال الكهرباء المعلقة وقريبة من الحادث. يعني أنت تقول بأن الحريق قد امتد إلى داخل المنازل أيضا؟ نعم، لم يؤكد الخبر، لأن أسايش تمنع الاقتراب من المنازل، إلا أن هناك صيد منذ قبل 20 دقيقة منزل يحترق جدرانه وأطرافه الخارجية. بالداخل لا نتأكد من هذا، لأننا لا نستطيع التقرب أكثر. الخوف هنا الناس تتخاوف والأهالي تخاف وتخشى من اندلاع الحريق أكثر واقترابه إلى المنازل، ولكن يبدو الإطفائية الآن تسجل أهدافها. الحريق الآن في هذه اللحظة انطفى بشكل تام تقريبا، إلا هناك حجم حريق والناس بدأت تقترب، والأسايش لا تمنع ذلك. نعم حسين، من المؤكد أن هناك لا توجد أي ضحايا، إنما هناك فقط أضرار مادية. نعم، أضرار مادية، هذا بالتأكيد حسب قول مدير الإعلام في مدينة الدرباسية في أسايش الدرباسية برهان، أكد بأن لا يوجد أي ضحايا بشرية. نعم. مراسلنا حسين ديريكي من المكان الحادث كان معنا، شكرا للمعلومات. شكرا، نحن نعطيكم بكل طريق.